اسمع يا ابني، الفلوس مش بتيجي لا بالسحر ولا بالشعوذه، بس ساعات بتيجي بفكره بسيطه وجديده. في عيل عنده 17 سنه، ما قلتش الرقم غلط، لا ركز يا ابني، 17. الولد ده اسمه مايكل من نيويورك، لا من حارتك ولا ابن عمك، لكن الواد ده عمل حاجه تستاهل اننا نحكيها. الولد ده كان طالب في الثانويه، وكان كمان شغال في غسيل المواعين، بس عقله كان لعيب. في يوم وهو في الفصل اتعلم الرسم ثلاثي الابعاد، وقال ليه ما اعملش حاجه بيه. تفتكر عمل ايه يا واد؟ راح جاب طبعه 3D وقعد يدور على فكره، لحد ما سمع ان في واحد حول الكروكس ان هو يمشي على التلج. ساعتها قال ما هو السوق اهو، في ناس بتدفع للكروكس، طب ليه انا ما اعملش حاجه شكلها حلو للكروكس نفسه؟ عمل ايه بقى؟ عمل رسومات 3D على الكروكس، اشكال مطرقعه يا ولد. الناس شافتها عجبتهم وبدا يبيع. بس اسمع، البيزنس مش بس فكره. الواد ده كان بينزل كل يوم 3 فيديوهات على التيك توك وعلى الانستجرام، مفيش اعلانات، كله محتوى. عمك رايد دايما بيقول لك المنتج من غير محتوى زي كوبايه القهوه المغشوشه اللي بتبقى بنوى البلح، يعني ريحه بس سواد. وجه في ليله فيديو ليه انتشر، ولا زي ما بتقول عليه فيريال. مين فيريال ده يا واد؟ المهم الاوردرات فضلت تنزل عليه زي المطر، بس مايك ما كانش مستعد. المواد الخام خلصت، وكمان البوكسات خلصت، والناس بدأت تزهق. هو فين الشركة دي؟ بس الشركة كانت هو بس وأوضته. كان بيقعد أيام بين الطباعة وبين إن هو يرد على الزباين، وساعتها فهم من الدرس ده إن الانتشار ممكن يجي فجأة، ولو مش مستعد للانتشار ده الفرصة هتعدي وتروح لغيرك. دلوقتي بيكسب 20,000 دولار في الشهر، والسر فكرة بسيطة ودرس اتعلمه، محتوى كتير، وكمان استعداد للحظة اللي الناس كلها هتبص لك فيها. الخلاصة يا ابني، ابدأ بالمحتوى قبل المنتج، وخليك فاكر السوق ما بيستناش اللي نايم، عايز اللي دايما جاهز. زمانك لسه ما نضجتش يا واد، بس لما تنضج هتعرف تشرب القهوة من غير سكر، وتجهز مشروعك صح، وتبقى دايما مستعد.